طيب يا جماعه، قررت اخدكم معايا النهارده في قلب الجيم. هنلعب تمرينه بوش قويه جدا. هاخدكم معايا اشرح لكم التمرينه كامله، اعرفكم بنلعب ازاي واشرح لكم زوايا التمرين. متحمس جدا ان نلعب تمرينه قويه عشان نرجع بيها ننافس تاني ونوصل للفورمه بتاعتنا. يلا بينا. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصل لك كل جديد. اول حاجه هنسخن على الكيبل، ننزل دي تحت. وزن خفيف خالص. هنسخن 4 مجاميع رفرفه جانبي. الجانبي 4 مجاميع. ضروري برضو ان انت تسخن الامامي، ولازم تسخن جميع العضلات اللي هي مساعده معاك في تمرينه البوش. اول تمرين هنلعبه هيبقى دمبل مستوي. هنلعب عليه 4 مجاميع في 12 عده. وضروري في اول التمرين ان انت تهيئ العضله على على الشكل اللي انت هتلعبه، وتلعب بوزن خفيف، وبعد كده نبدا نتقل واحده واحده. فيلا بينا نلعب اول دور بوزن خفيف. اهم حاجه كوعك ما يبقاش ورا، يبقى كوعك قدام، والدمبلز بينزل يلمس صدرك بالشكل ده وتطلع للاخر. هنجيب 12 عده في 4 مجاميع. طيب يا جماعه، زي ما انتم شفتوا الوزن مش تقيل، الوزن خفيف في اول مجموعه، وبنزل بالراحه وبطلع بالراحه، ما بلعبش بسرعه، وبجيب 12 عده، وبعد كده هبدا اهيئ الوزن وابدا ازود واوصل للوزن الفيلير اللي انا اقدر اوصله. بسم الله. كده المفاصل كلها جاهزه دلوقتي ان احنا نقدر نشيل وزن تقيل، يعني نقدر نكسر ال 30 40 50 مفيش اي مشكله. تالت مجموعه هنخش بيها بال 30 كيلو، ونشوف هنقدر نجيب بها كام عده، وبعد كده نكسر الدور الاخير. نجيبنا يعتبر اول مجموعه مش محسوبه لان كانت تسخين، يعني اول دور كان بال 20 كيلو، بعد كده هنجيب 30 كيلو ونشوف هنجيب بكام. يلا بينا. المفروض نجيب بيهم 10 عدات، نشوف هنجيب كام. يلا جو. 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، لسه دورين، ممكن نخش 35 40 او ممكن نخش 40 50. هنريح ونشوف هنقدر نشيل كام. يلا. بسم الله. يلا.
لاست 1. ودي الشكل التاني. هنلعب على العالي، ممكن تلعب على اي جهاز لو الجهاز ده مش عندك في الجيم. من هنا هناك اربعينات يعني 80 كيلو. هنا هنبدا نص الوزن 20 و20. يلا بينا. بسم الله. خدهم. الدور الاخير هنحط وزن تقيل ونحاول نجيب بيه 6 عدات بس عشان نوصل للفوليو. يا مسهل. تشجيعة حلوة بقى. خمسينات. و طيب يا جماعه، وده كان اخر حاجه نقدر نشيلها. حوالي 60 و60 120. فجبنا بيهم 5 عدات، وصلنا للفيلير. فده المطلوب عادي، مفيش مشكله. المره الجايه نحاول نزود عدتين وهكذا هنطور الموضوع. فيلا بينا نخش على الشكل الثالث. هنلعب فلاي على الفراشه. ضروري وانت بتلعب الفراشه لازم صدرك ياخد شكل الارج كده، وكوعك ما يبقاش فوق كوعك تحت، ويبقى زق بالشكل ده. ده الدور الثاني على الفراشه. لما تيجي تقعد على الفراشه تخليش الكرسي عالي بالشكل ده، يعني حاول تنزل، يبقى لما تيجي تمسك القبضه يبقى ده بمستوى الشيست بتاعك. سري فوق.
وده اخر دور هنحاول نرفع فيه اكتر وزن نقدر نشيله، وبعد كده هنشوف هنجيب بيه كام عده. هو الهدف ان احنا نجيب بيه 8 عدات وان شاء الله نجيبهم. ليتس جو. ايزي جو. فاليا طيب يا جماعه، التركيه الاخيره دي احنا رفعنا الوزن قوي، ما قدرناش نجيب بيه مثلا الاداء صح. جبنا بيه 5 عدات او 4 عدات والاداء ما كانش احسن حاجه، فروحنا نازلين بالوزن وجايبين بيه 5 عدات، دمرنا العضله. يلا بينا هننهي اخر حاجه متوازي ونفنش بيها الصدر. يلا بينا. بصراحه ما فيش باور ان احنا نلعب ب 120 كيلو، لان انت يعتبر في التمرين ده بتلعب بوزن جسمك 120 كيلو. فخلينا نشوف هنعمل ايه على الموت. يلا بينا. بسم الله. حلو حلو. نجيب كمان عدتين. خلينا نجيب كمان دور متوازي. المتوازي في اخر التمرينه بيفنش الصدر. خلاص كده جيب دخل. لو ما بتقدرش تلعبه ممكن تلعب على اي جهاز يشغل معاك المنطقه السفليه. نجيب 8 عدات على الموت. على الموت. يلا بينا. بسم الله. خمسة 6 حلو. ماشي. ضروري تهتم بالكارب. طبعا الكارب الحاجه الوحيده اللي تديك طاقه اثناء التمرين، بالذات لما يكون تمرينك شدته عاليه. لازم تاخد كارب في نص التمرين او تاخد كارب قبل التمرين. فطبعا التمرينه كانت شدتها عاليه، بما ان انا ما اتمرنش بقالي كتير ولسه راجع، فالتمرينه قويه عليا. ان شاء الله في احسن من كده كتير هتشوفوه في الفيديوهات الجايه، بس ده يعتبر اول تمرينه بقالي ازيد من 4 شهور ما اتمرنتش. فالحمد لله اللي احنا ادينا بالشكل ده. لسه هنلعب شكل جانبي. انا بفضل العب جانبي بالدمبل وبفضل العب برضو امامي بالدمبل. فاحنا هنلعب شكلين في الاكتاف، جانبي وامامي، وبعد كده هنخش على التراي هنلعب عليه برضو شكلين. فهناخد نفسنا ونخش نتمرن اول تمرينه في الاكتاف. الرفع الجانبي لها كذا شكل. ممكن تلعب بالشكل ده، وممكن تلعب بالشكل ده، وممكن تلعب كده كانك بتلعب على جهاز، وممكن تلعب كده. الاثنين صح، يعني حسب ما انت بترتاح العب الشكل اللي تريحك. فطبعا عشان هرفع وزن في التمرين فهلعب بالشكل ده. ضروري الدمبل ما ينزلش يلمسك، لا الدمبل بيبقى متعلق على عضلات الكتف اهو بالشكل ده، واطلع ما اطلعش للاخر. يلا. لو انت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان كل يوم هنعمل لك التمرين. ولو انت بتشوفه على الفيسبوك اعمل
فولو علشان يوصل لك كل التمارين. نفنش ب 15 ولا ب 12 ونص؟ نفنش ب 12 ونص 15. يلا بينا. يلا جو. في الاكتاف. خلينا نخش الشكل التاني. خلاص الواحد جاب اخره، هبطت جامد بس هنقاوم لحد ما نخلص التمرينه ودعواتكم معانا. يلا ايزي سهل. جو. يلا جو. ايزي. فينش مرتين مسطره بالشكل ده في التمرين. لازم توصل للشكل ده في التمرين عشان لو ما وصلتش للشكل ده مش هتبني عضلات. العضله عايزه تتعرض لحاجه جديده، عايزه تتعرض لضغط. لو ما عرضتهاش لضغط ايزي، هي كده كده عادي متعوده مش هتكبر. هي بتكبر لما تتعرض لضغط. فيلا بينا ندمر التراي ونعرضه لضغط. جاهز؟ لو هنموت يلا. وهنزود وزن ولازم نزود وزن. خلاص جبت اخري بس هي مش هتطلع غير بكده. يلا جو. سهلة 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 سهلة.
وفي اخر التمرينه عايز اقول لك لو ما عملتش سبسكرايب هيفوتك تمرينه بول وليج الفيديو الجاي دمار. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه او تعمل لي فولو لو بتسمع الفيديو ده على الفيسبوك عشان يوصل لك كل جديد. سلام.